لا لحظة أخوته معاني بس خلي يرد وانت ورا. نعم تفضل. النبي أخطأ في تحديد المكان لا في قضية الدجال، في تحديد المكان. اسمع، يقول صاحب عون المعبود في شرح سنن أبو داود نقلا عن كتاب فتح الودود شرح سنن أبو داود قوله قيل هذا شك أو ظن منه عليه السلام أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وأضرب عنه فقال لا بل من قبل المشرق، ثم أكد ذلك بقول ما هو وما زائد لا نافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق، يعني استقر رأي النبي عليه الصلاة والسلام أنه في جهة المشرق. والخلاصة أنا سأقول الخلاصة أصبح الجواب هنا واضح، الحمد لله رب العالمين، واضح على هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ويجتهد ويخطئ ولا القرآن ما ينسخ الوحي هذا الخطأ ويبقى من الوحي الذي يقرره النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تسمع له ما تسمع يا حبيبي؟ يعني أنت ما تحترم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تعرف أنه رواياتكم الموجودة هي كلها منقولة بالمعنى، ما تقدر تعطي، ما تقدر احتراما. شوف اخواني اللي دا يسوي ابو عائشه، انا ما ادري اتوقعك انت مو مغرض، يعني هي ما عندك بس هاي الحكايات ومجلب بيهن، والا انا اتوقع بيك يعني لو كنت تعرف الجواب الثاني ما ادري، الله العالم انا ما ارضى ارجم الوحي. قضيه دينيه من اشراط اسمع بس اسمع يا رجل. اخطا في تحديد المكان وكباب اسمع، لا تقول النبي اخطا. اسمع رواياتكم حتى اللي عند البخاري هي منقولة بالمعنى باعتراف شعيب الأرناؤوط في ترجمة البخاري، يقول أن البخاري كان ينقل بالمعنى ويقطع الروايات. ليش ما أنت شوفوا ما يتكلم عن البخاري؟ أنا أول شيء أحسن تظن به. البخاري حديث مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنت جاي تفهم شنو أقول له؟ ما جاي تفهم. أنت ليش ما تخلي الواحد يتكلم حتى توصلك الفكرة؟ اسمع يا رجل، أنا عندي البخاري خط أحمر. البخاري عندك خط احمر والنبي مو خط احمر، لك انت شنو العقل بابا؟ ليش ما تقول الخطا من البخاري او الخطا من الرواة انهم نقلوا بالمعنى؟ هاي بينها ابو بكر، هاي مهمه، النبي مش خط احمر والبخاري احمر. هو هذا خلي الناس تسمع. اسمعوا يا سنه، اسمعوا يا عقلاء، الحج نص صوتك خلينا نحكي شويه. الله وكيلك. لحظه ابو عاش لحظه يا ابو عاش لم تطلق زوجته. هذا علماء الامه يقول عن البخاري. شفتوا اخواني، الله وكيلكم محتاجين بعد بس اصفر، لان البخاري خط احمر والنبي خط اخضر ويصير ترفك لايت، يعني النبي يجوز يخطئ اخضر، اخطا خط اخضر، اما البخاري احمر بس الضربه يغرموك. نعم القران اقر له بذلك. شوفوا اخواني انتبهتوا، انا اريد اوجه حج شويه نفس الصوت مالته، انا اريد اوجه كلامي لاهل السنه الذين سيستبصرون. لحظه، عنده رساله لاهل السنه ابو باقر. يعني انا اريد اوجه كلامي لاهل السنه المنصفين. اخواني انتم تسمعون هؤلاء؟ هذا ترى امام مسجد في السعوديه، مو انسان عادي، ترى يعني قاعد تسمعون كلامه. هذا الرجل الان صار تقريبا ربع ساعه نصف ساعه يخطئ رسول الله ويقول النبي اخطا والنبي اجتهد وما كان يعرف وما كان يدري. انا ساكت استمع. انا الله شاهد في بدايه كلامي ردت اصوب يعني ردت اعطيه فكره ثانيه حتى يتراجع عن قوله. قلت له ممكن البخاري نقلها بالمعنى، لأن علماء أهل السنة من ضمنهم شعيب الأرناؤوط في ترجمة البخاري في سير أعلام النبلاء عندما علق شعيب الأرناؤوط على ترجمة البخاري عندما ذكر رواية عن أحيد عندما قال البخاري رب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر وتكملة الأثر عفوا، فقال شعيب الأرناؤوط هذا يعني أن البخاري كان يروي بالمعنى ويقطع الحديث من غير اختصاص ويختصره من غير كذا وكذا. طيب ردت انا اوصل له الفكره انك لا تتجاوز على رسول الله. حتى اللي سمع كلامي في البدايه سمع انا قلت هذا، انه ممكن انك مشتبه ما تعرف الرد هذا، فيمكن ان البخاري مشتبه، ممكن ان البخاري ينقل بالمعنى، لان العلماء يعترفون بهذا. الرواة نقلوا بالمعنى، مو من النبي صار الخطأ. ماذا اجابني الرجل
الذي يصلي بأهل السنة إمام الذي هو مقدم. قال لا، البخاري خط أحمر، النبي الذي اجتهد، يعني النبي الذي أخطأ والبخاري خط أحمر. انتم تنتبهون ما هؤلاء ماذا يريدون أن يشيعوا بين المسلمين؟ فأنا أرجو من المنصفين من أهل السنة يوميا نحن هسه، هذا مو عمر، هذا مو عائشة. وقبل شوي سأل الأخ أبو كريم وسئلوه عندما قالوا له على أبو بكر وعلى عائشة وعلى غير عائشة قال لا لا هذا مو موضوعنا. إذا النبي مو عندهم كما يقول حج وعد خط أخضر، يخطأ يجتهد. أي أحد الآن تجيبه إلى الأبو عائشة لا ما عنده خطأ، كلهم خطوط حمر، بس النبي يخطأ ويجتهد وهكذا. فأنا أرجو من أهل السنة أن يستمعوا لهؤلاء حتى إن شاء الله تعالى يستبصروا بفضل هؤلاء.